تتكلم على الخسارة التي خسرتها فرنسا عفوا إسبانيا. خلينا نعاود نذكرك لما قطعت العلاقات نقلت آنذاك إحدى القنوات الخاصة في الجزائر عن النقاط التي يمكن أن تخسرها إسبانيا اقتصاديا، يعني بسبب المتكئ على بعض المصادر. ما عندناش مشكل مع الشعب الاسباني، البرلمان الاسباني ما كانش على باله. سانشيز لم يكن صديقا مع رئيس تبون ولم يحترم الموقف التاريخي لاسبانيا في قضيه الصحراء الغربيه. ما دخلك انت ما دخلك في قرار سيادي لحكومه، هذا اولا. قالها له ماكرون ايضا، يعني ماكرون قال هذا موقف فرنسي، موقف الدوله الفرنسيه، موقف سيادي. تصور لو الجزائر تتخذ موقف من هاي اخذت موقف من الحرب في ايران، تجي دوله اخرى تقول له لا اتخذت هذا الموقف. لا ما نقولوش علاش، لكن لا وتوقف معاه العلاقه، الله يسهل عليك. نقطع مع هاني جايك ما هو انت لازم تكون امين مع المبادئ نتاعك، يعني متوافق مع المبادئ نتاعك. تصور يجي دوله تقطع العلاقات مع الجزائر لانه عندها موقف معين في بخصوص حرب على ايران. انا نقول لهم مش دخلكم، هذا موقف سيادي للجزائر، احنا نتحمل تبعاته. قالوا له نقطعوا معكم العلاقات، قال الله يسهل لانه موقف سيادي قطع العلاقات. هذه هي جيد. انت تقول لاسبانيا انه قمتم خيانه لانه رحتوا وافقتوا على الخطه المغربيه للصحراء، يعني الحكم الذاتي في الصحراء الغربيه. جميل، مع انه تدخل في موقف سيادي، لكن انت تقول انه لانه انا مساند هذه القضيه، انا ثاني ما تساعدنيش اني نخدم معك. جميل، ابقى على هذا الموقف. هذا واش راني نطالب انا تبون. واش تقصد ابقى على هذا الموقف؟ ابقى على هذا الموقف ما دام اسبانيا لا ما دام اسبانيا لم تغير موقفها من الصحراء الغربيه وما زالت كثفت علاقاتها الاقتصاديه والسياسيه والاستراتيجيه مع المغرب وماشيه معاه في قضيه الصحراء الغربيه، هكذا يعني السبب ما زال موجودا. اثبت انت على الموقف نتاعك، ما نرجعش ما نرجعش الاتفاقيه. مش هذا هو المنطق في العلاقات الدبلوماسيه. لا كيف هذا مش المنطق؟ في امثله في العالم يا اخي، كان في ازمه دبلوماسيه كبيره بين السعوديه وكندا وصلت الى قطع السفير في قضيه موقف كندا من حقوق الانسان، ثم حلت دون ان تتراجع كندا على موقف. حتى مقارنه بين هذه القضيه وهذه القضيه يا اخي. انت راك تقول لازم نثبت على موقف طبعا، والا ما تغير، ما تعاودش ترجع العلاقات. يجي واحد يقول لك يا اخي العلاقات الدبلوماسيه هذه تتحرك تكتونيا. انا اعطيتك مثال، الحكومه الكنديه كان عندها موقف من حقوق الانسان في السعوديه. السعوديه غضبت من ذلك الموقف، سحبت السفير، امتدت الازمه فتره ثم لا هذه غيرت موقفها ولا الاخرى بقات مقاطعه. مثلا حصار قطر، دول حاصرت قطر وكان عندها شروط، ثم لا قطر تنازلت ولا الاخرين قال لك يا ودي احنا ما نكملوا هكذا، لقوا حل. لقوا حل. تركيا الامارات كانت علاقات وصلت الى حاله القطيعه بسبب الانقلاب، ثم لم تنفي تركيا تدخل الامارات، بل عندها اثباتات، ولكن العلاقات رجعت. فيقول لك انت كي تجي تقول للنظام الجزائري لا اثبت على موقفك، فيقول لك انت ماكش فاهم السياسه الدوليه يا اخي. اوكي، يعني انت تخليت على قضيه الصحراء الغربيه. لا ما تخليتش. كيف ما تخليش؟ انا ثبت على موقفي وثبت على موقف، ضغطت عليه الامور. طيب انت ما عندكش، ثم هو عاود يرجع. طيب انت ما لا تحاسب على هذا المواقف؟ يعني شكون يحاسبك على هذه المواقف؟ يعني عندي شعب يحاسب. كيف؟ اعطيني الاليه كيف راح تحاسب؟ الانتخابات يا اخي، في الانتخابات الجايه طبعا. طيب بس خلينا نكمل التحليل تاعي، وابقى انت في لا نعطيك امثله. لا حايد في هذا الموضوع. انت اذا قطعت هذه العلاقات وبينت، اعطيت سرديه للراي العام في الجزائر، وعطلت اتفاقيه نتاع تعاون اقتصادي وخسرت البلاد. لا اعطيتنا كشف حساب على الخساره، لا من يتحمل هذه الخساره. الموقف الاسباني مازال فيما يخص الصحراء الغربيه قائم، وانت راح ترجع الاتفاق التعاون مع اسبانيا، والراي العام يريد ان يفهم منك انت كرئيس جمهوريه لماذا، ما هي محدداتك، يعني ما هي المبادئ وما هي يسموها المحددات اللي خلاتك تتخذ القرار الاول
والمحددات او الاسباب اللي خلتك تتخذ الموقف الثاني. ولحد الان لا يوجد اي نقاش سياسي مفتوح حول القضيه، لا يوجد اعلام حر يطرح هذه الاسئله اللي احنا قاعدين نطرحوا فيها. اسمع يا سي محمد، انا اعطي وجهه النظر الاخرى فقط حتى الراي العام يكون واعي انه اللي راهم يجيو يحكيوا بكلام واحد تاع الحزب الواحد والراي الواحد، هذو يغالطون الراي العام. ما همش يعطيوه في السرديه. انا نعطيك في السرديه غير رايه. طيب يا سيدي غير رايه، يفهمنا علاه غير رايه، يفهمنا علاه غير رايه، وشنو هي النظره الاستراتيجيه اللي جاي لها، واش علاقته الان بالصحراء الغربيه. اسمع قضيه الصحراء الغربيه بالنسبه للسلطه في الجزائر، منظومه الحكم في الجزائر، هي قضيه مصيريه، وعلى اساسها تم، يعني نحكي لك على منذ 2019 تم قياس علاقات الجزائر مع الدول بموقفها من الصحراء الغربيه. يتغير، انا يغير على روحه لكن يفهمنا على الاقل. هذا ما كان، يعني على الاقل شرط ما تكونش عبثيه. يعني قال انت ما غيرتش، اسبانيا ما غيرتش موقفها، ما لازمش ترجع العلاقات. فرنسا ما غيرتش موقفها، ما لازمش ترجع العلاقات. قال انا كانت عندي اداه ضغط في وقت فات. الان كما كان يقول سي بوهيدل ونحن نحترم الراي الاخر، هناك مناخ جيوسياسي جديد يفرض منطقا جديد. انا بالبراغماتيه نتاعي نعاود نرجع العلاقات مع اسبانيا، محتفظ بموقفي من الصحراء الغربيه، واسبانيا محتفظه بموقفها، ولا تزال المعركه الدبلوماسيه هذه مستمر. لكن ما تخلطوش في بعضها. لو يجي تصريح بهذا الشكل من عند مسؤول جزائري والله غادي نقبله. وانا ما عجبتكش؟ لا هو هذه هي، لانه لو يسمعوك يدوك الحبس. يقولوا لك شكون قال لك بلي حنايا موقف بهدلتنا. يعني اسمع، لو يجي الرئيس تبون او يعطيو فرصه للسياسيين اللي راهم في الجزائر نتاعهم انه يمروا لهم هذا الخطاب، انه حنايا بالفعل الموقف من الصحراء الغربيه احنا تكتيكيا نعدلوا شويه، ما نقدروش نعاديو الناس على قضيه الصحراء الغربيه، ما قدرناش مع احتفاظنا بموقفنا. يعني احنا رانا ما زلنا مع الصحراء الغربيه، وهذه نفتح لك عليها قوس، لانه انا نحكي لك على بوليس. كاين واحد بوليسي ويجي بوليسي هو اللي اتصل واللي يعيد على تبون، اسمه مسعد بوليس. هكا رانا نجي لك ليه. اذا هذا هو حدودنا واش قدرنا نديروا، وبالتالي ما نقدروش نعيبوا. انا خسرنا كثير يعني فرنسا على الاخر. طيب احنا رانا تراجعنا، موقفنا مع الصحراء الغربيه مازال هو، لكن ما نزيدوش نعاديو الناس. قلنا لكم بلغه اخرى. لا قلنا لكم بالبراغماتيه مع التي تستند الى بيان اول نوفمبر. لا هذيك يبان بلي كذبه كبرى. يعني بيان، اسمع، ثوره التحرير ما هيش براغماتيه. ثوره التحرير كانت ثوره المبادئ. لا قصدي هو قال لك اني براغماتي الان، لكن المبادئ نتاعي ولا اللي دايرها علاقات ثابته. يعني انت تجي انت تجي تريب الدار هكذا وتعيث فسادا في الدوار لمده 4-5 سنوات 6 سنوات، وما تعوز حتى واحد يحاسبك، وتجي تقول والله انا ما كنتش غلطت، انا ما كنت ودي تعاود تبني الدار اللي ريبتها، والهمله اللي في الدوار تعاود تسقمها. هذا هو المنطق. هاي اسبانيا رجعت اسبانيا رجعت والعلاقات ستعود. نعم. واسبانيا اللي خسرت لن بزاف. تثق، انا نعطي لك، لن تثق اسبانيا في الجزائر مره اخرى. ما الذي اجبر ايضا لا هذا نقول لك لماذا جاء الان. ولن تضع كل بيضها في الجزائر مره اخرى. وانا نقول لك مش راح تنقل الان اسبانيا استثماراتها اللي راحت المغرب بعد وقف الاتفاقيه وراح ترجعها للجزائر. هذه راني معك، انا كي نقول لك هكذا تعرف. لا لكن مش عندها استثمارات الان. هناك ظرف دولي وحاله ظرفيه لن تدوم هذه الحرب سنوات. هناك ظرف حاجه للغاز، لانه هناك حرب وهناك مضيق هرمز، الممر احد الممرات الرئيسيه للغاز الخليجي. هناك حاجه الجزائر، روسيا، كل الدول اللي عندها الغاز الان اللي كونفوتي عادي. يعني الناس يجيوها قال محتاج انا شويه غاز، قال نبيعوا لك بالسومه الفلانيه. لماذا تقزمون من هذا الاوبورتونيتي اللي موجوده عند دوله كما الجزائر؟ الان لما الدول الاوروبيه هذه
بما فيها اسبانيا وايطاليا وحتى فرنسا يشوفوا الان باللي ما لازمش يزيدوا يربحوا العيب مع الجزائر لانها بلد طاقوي والازمه في الخليج قد تتكرر. راك غلط شويه في هذه المعادله عزيزي الظاهر، ماكش تتبع في الاحداث، يعني ماكش تتبع يعني واش راهم يحكيوا في فرنسا مثلا حول هذه القضيه. فهذه فرنسا ما قالوش باللي لازم ما نعيبوش الجزائر، لا لا لا، قال لازم نلقاو مصادر طاقه بديله لا قال على الغاز. سيغولين رويال قالت بان خليك لا سيغولين مش السلطه، انا نقول لك ما تحدث به رئيس الحكومه. لا شوف رئيس الحكومه امس رئيس الحكومه الفرنسيه لو كورني امس احتفل باحتفاليه انه لو ديفيسيت بيجيتير يعني نزلوه ل 5.1%، وانا استمعت الى التصريح نتاعو وحول البدائل الاقتصاديه وحول النوكليير في فرنسا والخطط والاستثمارات اللي وضعوها حتى ما يروحوش العقليه انه ما يعيبكش به ما تقطعش عليها الغاز. لا لا لا، هذه الدول ماهيش تفكر بهذه الطريقه. لا لكن وتبقى لكن يبقى العلاقه اسمع بدي ليش دوك علاقه انه احنا بقره تاع بترول وغاز، والعلاقه معنا هي علاقه بترول وغاز. ما الذي جعل الخليج يحتل كل هذه الاهميه في العالم؟ مصدر طاقه يا اخي. طبعا مصدر طاقه وموقع استراتيجي ايضا. لما يتغير المحور او على الاقل ينقسم او على لا ما احناش في علاش ما الفرق؟ الفرق انه احنا اصلا الغاز نتاعنا منش هو نص رانا ناكلوا فيه، يعني ما احناش بهذيك انا نعطي لك في وجهه النظر الاخرى فقط وخلي الناس تقارن. ما تكبرليش الحكايه حتى تقلب لي الجزائر هي اللي راح تكون مصدر طاقه في العالم. ما عندناش الامكانيات احنا. لكن على الاقل 2-3 دول مع يعني هذا الزوج مع الانبوب الغاز اللي ماشي لنيجيريا، مع الاستثمار في الطاقه الطاقه الهيدروجينيه، مع الاستثمار فيها، مع الاستثمار المحتمل مع الدول الأوروبية هذه في الطاقة الشمسية من الناحية النظرية. راك تحكي دائما في النظرية. بالنسبة لأوروبا منطقة شمال إفريقيا وخاصة الساحل والصحراء الجزائرية فرصة لكي تكون مصدر ولو ب 20-30% من الطاقة. شوف أنا دائما لماذا تعتبر بأن الحدث عابر وبعد ما تنتهي الحرب؟ لا دوك نعطيك أنا المعيار والراه. أنا دائما لما أتحدث أقول لك أنه الجزائر بمكانتها الجيوستراتيجية دائما أقول بهذا الزخم اللي عندها تاع الشعب ويعني التكوين، يعني هناك طاقة الخيرات اللي راهي موجودة، الإرث التاريخي اللي عندنا ودائما نكررها. من المفروض أنه هذه الدولة ما يجيوهاش الناس في وقت الأزمة ما يديوش فيها غاز. لا في الوقت العادي تلقاها عاصمة من العواصم المهمة في العالم مثل ما هي عواصم أخرى إقليمية. أن تكون الدولة إقليمية حقيقية ودولة تساهم في استقرار العالم ولديها علاقات صفرية في المشاكل مع الجيران أولا ومع الشركاء، لكن هذا لم يحدث. لذلك أنا عنده بداية. لا ما كانش بداية. اسمع قد تكون نفس السلطة ما تقدرش بنفس المرميطة الخاسرة، لكن هي نفس الجزائر، نفس الجغرافيا، نفس الثروة الطاقوية، ونفس هذه السلطة اللي ضيعت لنا 6 سنوات. حيتتعلم. ما تتعلمش في راسي يا اخويا هذا. لا الآن لا الشعب الجزائري أنا نجاوبك حسب ما راك تحكي. السلطة فاشلة، سلطة خلقت لنا مشاكل كبيرة مع الجيران، سلطة دايرة مشكلة مع فرنسا شريكها هي، مع اسبانيا، مع الامارات، مع المغرب، مع النيجر، مع مالي. هذه سلطة فاشلة، ما تقدرش تقول لي هذه السلطة ستنتج الافكار. هذه سلطة تستغل. يا اسمع راهم قاعدين يستغلوا في ظرف دولي خطيك. انت شوف لما تكون انت اللي تخلق في الافكار تبان وقت ما كانش الازمه، لان عندك ازمه هكا راح تزيد تستفاد منها، قسم تدخل شويه دراهم على الجل الاخر، والدراهم كتجيبهم حتى كتجيبهم. نقلبوا السؤال. طيب. نقلبوا السؤال. نعم. في هذا الظرف الدولي اللي موجود، نعم. مع زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية وزيارة وزير الخارجية الإسباني ومجيء في نظن الأسبوع الجاي رئيس البرتغال واحتمال عودة العلاقات إلى حد ما مع فرنسا، سنناقش هذا الجزء. ماذا فلنفرض أن هذه السلطة في الجزائر يعني عاجزة عن القيام بأي شيء وتريد النصيحة، قال يا جماعة في هذا الظرف الدولي ما رانا حاسين باللي أوروبا تحتاجنا، واش نديروا؟ شنو واش دير؟
طبعا انت ترى تقول باللي لازم تولي دوله محوريه، كيفاش؟ بتولي دوله محوريه لازم تحل كثير من المشاكل داخل اصلا. اسمع احنا يشوفوا فينا باللي دوله شموليه. لا سليم، ما تهربليش من السؤال. عندك ظرف دولي، هاي الجزائر الظرف هذا راه ما انت كيف تعوز تبني سياسه ما نستغلوش. لا. هل هناك عاقل يعني يسمعوك الناس تاع العلوم السياسيه انه ظرف طارئ هو اللي راح يحدد لك الاستراتيجيه نتاعك السياسات نتاعك؟ احنا هنا مختلفين في التحليل. انت تعتبره ظرف طارئ، هو ظرف طارئ راح يستفادوا منه بشويه دراهم اخرى. الحرب ظرف طارئه، نعم. لكن بالنسبه لتهديد اول مره يكون بهذا الحجم على مصدر طاقوي مهم، كل دول العالم من السذاجه الا يبحثوا على بدائل ولو 10-20%. قد يكون منطقه الجزائر يعني الساحل الافريقي. سقم روحك اخويا، وش ندير؟ سقم روحك انت داخلي تاع اسبانيا. لا ونستقبل في تاع واش نعمل؟ تستقبل هذه نعاود نرجع في العلاقات.